أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي اليوم الأحد بعين الدفلة عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار عدل 3 والمقدرة مساحتها ب7,000 هكتار. وأوضح الوزير خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكانات بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني بمناسبة إحياء للذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أنه سعيا لضمان انطلاقة ناجحة لبرنامج عدل 3 ومن منطلق التجربة المكتسبة من برامج عدل 1 وعدل 2 اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير أبرزها توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3. وأضاف السيد بالعريبي أن المساحة المخصصة لبناء سكنات هذا البرنامج في شطرها الأول تقدر ب7,000 هكتار، وهو ما يعد حسبه سابقة والأولى من نوعها بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية. وبالمناسبة ذكر الوزير بالعدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج عدل 3 البالغ 1,440,340 مسجلا، حيث تم القبول المؤقت ل1,042,342 مسجلا بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكانات.